هتاخد نقعد على حجر بعض. يا عم بص بقى. طبعا كده حفل. معلش يا جماعه، هي الحلقه ديت بمايك واحد، اشترى مايك ب 1000 جنيه واتسرح عليه فيه. زي ما احنا قلنا ان احنا البودكاست ده علشان نكسب فلوس، هو كده كده ملوش لازمه. بنقدم حاجه تافهه. ربنا يستر على دي حلقه. يا رب الحلقه كلها ما تبقاش صوت اللي هو التيت ده. والله لا يبقى حلقه محترمه. اتكلم على الشوارع والعربيات والحاجات اللي هي احنا بنقابلها في حياتنا اليوميه. بالاخص في بورسعيد، عشان احنا من بورسعيد. يعني احنا دلوقتي قاعدين في بورسعيد، وانا ببقى رايح القاهره كده زيارات، فانا هقول انا من بورسعيد. تمام يعني. اصل احنا لا اصل الموضوع هنا في بورسعيد بزياده هنا يعني. اكيد اي حد جه بورسعيد قبل كده اشتكى من السواقه والناس في الشارع، ده اكيد. يعني رقم واحد في بورسعيد، اي حد غريب بيجي بيقول لك يا جماعه. لا مفيش حد تمام. والله بجد، يعني احنا عندنا هنا السواقه تقريبا مفيش حد بيعرف يسوق، او بيعرفوا يسوقوا اللي هو ايه، كل واحد شايف نفسه ان انا احسن واحد في السواقه، فهو بيمشي بمزاجه ملوش دعوه باي حاجه تانية بقى، سواء بقى على رجله، سواء بالعجله، سواء موتوسيكل، يعني عربيه، ميكروباص، تاكس. فاحنا عايزين بقى نمسك كل واحد بقى، نعرف يعني ايه، احنا بنطلع اللي جوانا، واكيد ده هو جوه كل شاب. خصوصا النسوان. انا مش معاه في ديت، لان حتى يعني هنقول ان النسوان هنا اللي بيعملوه ما يجيش حاجه مثلا جنب سواق التاكس. يعني انت ماشي تدور على زبون، امسك يمينك، لا هو ماشي في نص الشارع. طب حضرتك انت عايز ايه؟ احنا هنتكلم في الموضوع ده، ما تحرقش، احنا هنخش في تفاصيله. لا ما ده اول واحد سواق التاكس. هنخش في سواقين ماشي. التاكسي. ايه اوسخ حاجه حصلت لك وانت سايق، موقف انت لا يمكن تنساه؟ على سبيل المثال، افتكر مره وانا في القاهره، شارع التسعين، لو انت عارف شارع التسعين ده، مثلا شارع بتاع ست حارات، اللي هو اللي جاي كده اخد يو تيرن وهيرجع على طريق، انا هتطلع على طريق واحده، تمام. هي اخدت اليو تيرن ومشيت عمودي، يعني في شارع التسعين الست حارات مشيت كده. ممكن اسيبها تعدي كده، بس انا ما كنتش جاي على سرعه. يا حبيبي، ما هو التسعين كله سرعات. وانت طبعا هو يعني ايه، مش قادر يقتنع ان اصلا الستات احنا بنشوفها ماشيه في الشارع بنبعد عنها نهائي. نهائي احنا مش على رجليها. على رجليها، على بعربيه، باي حاجه، لان احنا لسه هنخش على موضوع الرجلين دوت. لان بقى في حاجه بقى يعني ايه، ان انا اكون ماشي بعربيه وفي واحده معديه على رجليها، الطبيعي ان انت بتبص على اتجاه العربيه، لا تبص الناحيه التانيه. يعني مثلا هي بصت الناحيه التانيه، فهي كده خلاص بقى. المفروض ان انا بقى غصب عني ان انا لازم افضل ماشي لغايه ما اشوف هي ايه ناويه تروح فين، تيجي منين، انا ماشي على مزاجها. يعني مثلا في مره ماشي اخد طريق عادي، وانا كنت حتى ماسك ساعتها شمالي، وبقيت الشارع فاضي فجاه، وكنت ساعتها مشغل التكييف فقافل الازاز، وانا ماشي عادي تلاقي الازاز واحد بيخبط عليا بالازاز يعني. فانا حتى انا اتخضيت، انا مش مستوعب، لان انا سايق، انا مش واقف مكاني. لقيت واحد جاي جنبي، راجل كبير مش عيل صغير مثلا، راكب مكنه بيخبط وعايزني اوسع له عشان يعدي. انت عندك الناحيه التانيه فاضيه، اليمين فاضي. غير طبعا بقى مثلا ايه، وانت ماشي تلاقي مثلا واحد طالع من يوترن، فراح حادف عليك، انت مش عارف هو بيحدف ليه حضرتك يعني. انت مثلا معاك كوبلين مثلا، فانت خايف طقطق. طب انا مش فاهمك، تلاقي مثلا واحد مثلا مديك مثلا اشاره ايه يمين، تروح انت جاي ايه، هو ده مدي اشاره يمين، فانا جاي على شمالك عشان اعدي، اروح ادخل شمال. لا طب انت يعني دماغك فيها ايه، او انت ماشي ازاي، او انت شايف ايه؟ ما اعرفش انت عارف ولا لا، بس انت عارف ان الميكروباص في بورسعيد ما بيقفلش الباب، اه وفي القاهره بيقفلوا الباب. بالظبط. عارف الحوار لا ده؟ لا انا لما رحت هنا كنت مستغرب وفي يعني. محافظات كتير قوي بيقفلوا الباب، احنا بس اللي عندنا لازم الباب مربوط بكاوتش عجله. هم بيشوفوا ان هنا في بورسعيد المسافات صغيره، فانا مش كل شويه الزبون طالع ونازل، فانا هفتح الباب واقفل الباب، فاروح ايه سايب الباب مفتوح على الطرف دوت. ده بالنسبه لي ده مفيش فيه مشكله، يعني ممكن يقع، ممكن اي حاجه مفيش مشكله. طب فلنفترض مثلا في حادثه مثلا، عربيه مثلا دخلت في الميكروباص ولا حاجه، ما هتشيل الزبون اللي قاعد جوه على الطرف دوت. ماليش دعوه بيه. مره واحد صاحبي راكب من السلام داخل على الشروق، تمام، فبيقول لي انا ما اعرفش ايه اللي خلاني ابص ورا، وهو قاعد اخر صف، بيقول له ما اعرفش ايه اللي خلاني ابص ورا في الازاز. عربيه دخلت فيه. بيقول له بصيت ورا لقيت عربيه داخله، فاهم، بكل قوتها. قال لي بدل ما اعمل اي اكشن، رحت عامل كده. بالنسبه بقى للميكروباصات، يعني احنا هنا في بورسعيد سواء الميكروباص بيبقى ماشي عنده اقتناع ان انا الشارع ده بتاعي، انا الاسفلت ده بتاعي، مش بتاع حد تاني. انا ليا الحق ان انا اخش ازنق عليك،
ان انا اكسر يمين اكسر شمال براحتي، ان انا عايز اقف وقتي اخد زبون مفيش مشكله. واحد قال لي على جنب يا اسطى، انا على جنب هنا، ماليش دعوه في عربيه ورايا في اي حاجه، مفيش اي حاجه من الكلام ده كله. مش هو مش عارف هو عايز ايه بالظبط. فانا مثلا راجل ماشي بملاكي، انا متأزم منك، انا مثلا ورايا مشوار، انا متاخر عن شغل، انا متاخر عن اي حاجه، لا هو تلاقيني انا اخد بعضي، انا بمشي ماليش دعوه باللي ورايا باللي جنبي، مفيش عندي حاجه اسمها ان أنا مثلا ايه، الا من رحم ربي طبعا، عشان لا في ناس محترمه، ناس محترمه ده طبعا على دماغنا من فوق بيعملوا الكلام ده، غير كده مفيش طبعا. انسان خلاص انت مالك تتحمل. مش بقول للناس المحترمه على دماغنا. اه على دماغك اه تمام ماشي. حسب الزفلط. ربنا يسامحك. انا كنت راكن عادي العربيه ويعني وحذا الرصيف ومش على ناصيه ولا اي حاجه، وفي الشغل فجاه لقيت واحد طالع يجري عليا، الحق العربيه الاكسدام على الارض. انا قلت عادي الاكسدام مثلا حد خبطه ولا حاجه على الارض مثلا ايه اللي هو وقع مكانه ولا كده. طلعت اجري ابص على العربيه لقيت الاكسدام قدام العربيه بمتر، متر كامل. انا مش فاهم في ايه. تلاقيت بقى في ناس بيقول انت صاحب العربيه، اه انا صاحب العربيه، رحت اه والله اصل كان في دليفري. طبعا احنا في هنخش طبعا على الطيارين بتوعنا ربنا يحميهم يا رب. وهو ماشي ابن خبط في الاكسدام، ما يقفش ابن راح مزود وطلع بالاكسدام ورميه بره العربيه بمتر. انت الاوردر اللي معاك دوت اهم من عربيات الناس. اخر الاوردر اللي معاك ده بكام يعني؟ يعني انا ليه ساعتها اروح حرفين الزق في 600 جنيه عشان واحد ومعلش انا معلش سامحوني عشان هو فعلا اخد بعضه وجرى وانا لبست في 600 جنيه وانا قاعد في الشغل بتاعي ما عملش اي حاجه، نتشت في الاكسدام اقف. لكن اللي اتقال لي بالظبط ان هو نتش في الاكسدام راح مزود. انت هتعمل ايه؟ فاكرين نفسهم طيارين بجد، ان هم فعلا خريجين معاهد طيران وكليات طيران، اللي هو انا اسمي في البطاقه طيار، انا مش بتاع دليفري. لا هو شايف غير كده. المشكله بقى ايه ان هو وهو ماشي او انت ماشي في الشارع، انت مطلوب منك انت تفضل ماشي عينيك في وسط راسك، في حد هيجي من على اليمين، في حد هيجي من على الشمال، انت للموتوسيكلات بس، انت مش دعوه بالعربيات، مش دعوه بالطريق، مش دعوه باي حاجه. انا ماشي عينيا في وسط راسي عشان الدليفري اللي هيعدي من جنبي، ويا ترى هو هيعدي من جنبي هينتش المرايه هينتش اي حاجه ولا هيعدي كده، غير ان هم كلهم ماشيين من غير يشيل نمر. التليفون ويطلع يجري لا الحمد حرام. لله. ببقى مأمن على التليفون. لا انا اول ما بركب ولا تليفون ولا شنطه بيبقوا جنبي بالظبط يعني. لا والله بجد يعني انا المفروض مني ان انا مثلا ايه افضل ماشي واخد بالي، ولو خبطت حد يبقى انت اللي غلطان. اه لا، و... المشكله هو لما بيتخبط ما بيتصابش، ده بيموت. فاهم؟ فانت موتت واحد. ايوه ويتحاسب عليك بني ادم. ايوه. يعني انا عايز حد يطلع يرد يقول لي انت عايز ايه يعني، يا ريت عايز ايه؟ اه والله بجد يعني، يا ريت يا ريت فعلا انا محتاجين ان الكومنتات تبقى اللي هيشوف الفيديو ده، لو حد شافه طبعا. طب واحد بموتوسيكل انت ايه اللي يخليك يا حبيبي تيجي في نص العربيه طب انا هرجع لك مثلا، يعني انا مثلا هرجع اخش معديه تاني عشان تطلع؟ ما فيش حاجه منطقيه، ما فيش اي حاجه تقول انت تخش استناني لما اطلع، اديني فرصتي، لكن ده ما فيش. هو انت بتناشد حد في اه الفيديو؟ اه بجد والله. ده مناشده اتمنى ان الصوت يوصل لاي حد عامة. لاي حد معاه موتوسيكل، اي حد حتى لو حبيبي وصاحبي، لانه برضه بيطلع في الاخر برضه. اه والله العظيم يعني انا بركب ورا اي حد صاحبي حتى معاه موتوسيكل، لا تحس ان هو شبح اسفلت. انا شايف ان انت مدي للموضوع اكبر من حجمه في ال 40 واحد اللي هيتفرجوا علينا، هم 40، انت مش متخيل ليه. ممكن يبقى ال 40 دول منهم 10 دليفري. دلوقتي الناس اللي ماشيه على انا بقى عايز اناشد انا بقى. معلش انا اناشد. بصوا يا جماعه، هو احنا الطريق بيتكون من اسفلت ورصيف، لوجيك. تمام. طيب، فما ينفعش انا كواحد ماشي على رجلي الاقي عربيه راكنه على الرصيف. انت كواحد ماشي على رجلك ما ينفعش تمشي على الاسفلت لو انت الرصيف طبعا احنا عندنا هنا اشغالات بسم الله ما شاء الله، كل محل اخد الرصيف بتاعه وبيفرش عليه وممنوع عربيه تركن قدامه، امشي جنب الرصيف، يعني ايوه. ادي مساحه للعربيه ان انا ماشي. يعني انا هنا مثلا طول ما انا ماشي بحس ان انا مش عارف اعدي ال 30، مش هقول لك ال 40، انا ماشي على ال 30. ليه؟ عشان مثلا هيطلع لي واحد فجاه ماشي، لا اتنين اصحاب ايه، اربعه اصحاب خمسه اصحاب ماشيين لازم يمشوا بصف. ما تمشي عدي الناس، امشي ورا بعضك، يعني انت مش بتتمشى. وبالذات البنات، يعني انا مش فاهم ايه الفكره من البنات بيحبوا يمشوا كده تجمعات مع بعض وقافلين الشارع، يعني مفيش اي حاجه منطقيه تقول كده. يعني حاجه بقى دي اللي مستفزه قوي. ايوه. بتعدي الشارع ايوه.
يعني الشارع اهو، انت عايز تعدي تروح الناحيه التانيه، يا ريت. هتعدي كده، يعني هتعدي مستقيم. ايه اللي يخليك تاخد زاويه تفضل تعدي كده؟ يعني انت اخد زاويه، طب انا هعدي منك ازاي؟ يعني انا مش فاهم بجد يعني. ولا انت بتحسبها نظام مثلثات، فانت مثلا ايه، انا مشيت كده في كده فيبقى الطريق اطول من كده. ما تفهمش هو بيبقى. لا الموضوع مستفز. سواقين التاكسي حساك ان هو مثلا ماشي، هو الوحيد اللي ماشي في الشارع ودافع تأمينات ودافع ترخيص للعربية، ان احنا العربيات عندنا مش دافعين ترخيص. لا حضرتك، زي ما انت حق في الاسفلت انا حق في الاسفلت. الاسفلت مش بتاعك كله، يعني انت اخده لوحدك. انا مش فاهمك. وهنتكلم عن الاجرة، عشان الاجرة ده حاجة تانية كمان. اللي هو انت، التاني بقى. لا مش ولا جزء تاني ولا جزء تالت. البودكاست بتاع استاذ احمد مراد هيبقى باشمهندس احمد مراد، خريج هندسه زراعيه، جامعه قناه السويس ان شاء الله، اسمع عليك. البلد كلها فلاحين وانا مش عايز ان انا اتكلم في كده. ودي كانت اخر حلقة في البودكاست. في ان شاء الله حلقه هنتكلم عن فلاح المنشأ وفلاح الفكر. يا ابني ايه الواد اسود واد ابيض واد عنصريه عنصرية، يعني. انا لا احنا عنصري بنثير الجدل، احنا مش عنصريين. يا عم، انا عنصري لا كفلاح، اللي هو المزارع اللي بيشقى الصبح والكلام ده. يا عم ربنا يكون في انا مع عونه. فلاح المنشأ، لكن فلاح الفكر ده حاجه تانية. فلاح الفكر ده اللي هو انت، اصل انت ما اتعاملت، انت اتعاملت مع شرقاوي، هي الكلمه عامه. اتعاملت احنا مع جماعه طوائف المجتمع يا جماعه، احنا عايزين بس نقفل الحلقه. اتعاملت مع شرقاوي، مش اتعامل مع شرقاوي كان زي الفل الحمد لله. لا لا والله ما بصوا يا كان- جماعه، يعني احنا اهم حاجه. اتعاملت مع مليون لا 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 والله لا اتعاملت لا مع لا 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 مش دلوقتي، مش احنا عارفين احنا قاعدين قاعده، وده مش بودكاست طبعا. اه ده قاعده عادي، قاعده طيبه كده، اللي هو ايه، بنحاول ان احنا نطلع كده للناس، نتكلم مع الناس. لا لا مش هنقص الكلام ده، مش هنقص الكلام ده، لا والله. ان احنا نطلع يعني ايه، بنقول حاجه من جوانا عشان اللي حوالينا والضغوطات والكلام ده كله، فاحنا طالعين نفك مع بعض كده. حد عايزنا نتكلم في حاجه، حد عايزنا نستضيفه، مفيش مشكله، حتى لو هو ملوش اي 30 كونيا. احنا ممكن فلاح ماشي. بس احنا عايزين يعني ايه، بنحاول نظهر، بنحاول ناكل عيش من الاخر، مش اكتر من كده. مش تاكل عيش. بصوا يا جماعه، عشان تبقوا فاهمين، المليون فيو على اليوتيوب بيجيب لك $3000. وعهد الله احنا لو جالنا مليون فيو هنعمل سحب ان حد ياخد فلوس. ده بجد. لو جالنا $3000، انا 1000 وهو 1000 والتالت 1000. لا التالت هياخد 200 بس، 1000 ايه، لسه في اعداد وفي عندنا تصوير وصح مش صح. وصح يا عم. لا طب نحسبها تاني، نحسبها تاني. ايه هقفل الكاميرا والله. يا عم، هو انت ده بتقول لوحدك ولا ايه؟ هو الكاميرا مان هياخد 500، اه والشخص 200، والمعدات 300، وانا 1000 وانت 1000. بالظبط. او مش انت يعني اللي هيجيب الفيديو هيجيب. انا اللي هاخد ال1000 حتى لو حد غير اللي جاب المشاهدات. ماشي، هنراضيك، هديك 100 زياده. كان معاكم عبد الرحمن هشام، وان شاء الله يعني ما تبقاش الحلقه الاخيره والقناه ما تتقفلش. تابعونا واعملوا زرار اللايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. طبعا ده بالنسبه لليوتيوب. التيك توك بقى هيعمل ايه؟ لايك وشير وكومنت. ونحاول ان احنا نطلع الفيديو، نطلع فيديو مع بعض يا جماعه. اعملوا ريتش يا جدعان، عشان لا التكبيس ده في اللايف. احنا جداد واخواتكم، بنحاول ان احنا نطلع مع بعض. والنبي